يا باشا، أنا مش جاي ألعب، أنا معايا كل التصاريح والأوراق، وزي ما حضرتك بتعمل شغلك أنا كمان بعمل شغلي، فمن فضلك عاملني بأسلوب أحسن من كده. أنا مش بشحت من سعادتك. قبل ما نخش في قصتنا ياريت تستعمل لايك وسبسكرايب وتفعل زر الجرس، ويلا بينا. أنا اللي قلت الجملة دي كنت بتكلم بنرفزة جامدة جدا مع دكتور أمجد، وده لأنه كان بيعاملني على إني جاي أشحت منه. خليني أحكي لك حكايتي عشان تبقى فاهم أنا بقول إيه. أنا اسمي سليم سلطان، أي نعم مش اسم الحقيقي، بس ده الاسم الصحفي اللي اخترته عشان أتشهر بيه. أصل الصحفيين لازم يبقى ليهم أسامي شهرة زيهم زي الفنانين بالظبط. بالعكس بقى، ممثل مطرب فنان بيشتهر بقلمه قبل ما بيتشهر باسمه، بس احنا كصحفيين بنبقى مشهورين بأسامينا بس، إنما لو مشيت في الشارع كل الناس مش هتعرفك. بس الأكيد إن شوية منهم هيبقى عارف اسمك ومسمع معاه كمان. ده لو انت بقى صحفي شاطر وليك مقالات رنانة زي كده. أنا الحمد لله اسم سليم سلطان مسمع قوي ومشهور في الأوساط الصحفية، وربنا كرمني من وسع عشان المقالات اللي بكتبها. المهم عشان ما اطولش عليك يعني، كنت قاعد بالليل في أوضة مكتبي في شقتي بتصفح الإنترنت وبتفرج على شغل زمايلي، وبالصدفة البحتة وقعت في مدونة صحفية صاحبها كاتب قصص رعب. كان كاتب قصة عن شاب بات في مشرحة زينهم وشاف مواقف مرعبة. القصة شدتني درجة إني قريتها كلها مرة واحدة. كنت مبهور بقلم الكاتب وطريقة شرحه، وبعد ما خلصت القصة لمعت في دماغي فكرة. طب ليه ما أعملش زي الشاب صاحب القصة؟ ليه ما أخدش إذن من صاحب الجريدة اللي أنا بكتب فيها وخليه يسهل لي التصاريح إن أبات في المشرحة يوم وأشوف إيه اللي بيحصل جواه، وأكتب مقال من واقع التجربة دي. أكيد المقال ده هيكسر الدنيا. الناس في بلدنا عندها فضول رهيب ناحية الأمور اللي بتبقى ما وراء الطبيعة والاحتكاك بعالم الجن. أكيد المقال ده هيكسر الدنيا، أنا متأكد من كده. وفعلا أخدت القرار ونمت وأنا ناوي بكرة الصبح أروح الجريدة وقابل الأستاذ رجائي مدير النشر وأشوفه هيوافق على الكلام ده ولا. وفعلا صحيت تاني يوم واخدت بعض على الجريدة، ركنت عربيتي في الجراج وعلى مكتب أستاذ رجاء عدل. وأول ما دخلت على الأستاذة شيرين السكرتيرة الخاصة بأستاذ رجائي، وطبعا أول ما شافتني سلمت عليا بحرارة. أصلا أنا والأستاذة شيرين أصحاب من زمان قوي، وعشان تبقى فاهم هي صداقة بريئة بحكم الشغل. بس الأستاذة شيرين جوزها الدكتور نور ناس محترمة جدا وأنا بعزهم بصفة شخصية. المهم هي قالت لي خير يا سليم، مادام جاي لحد هنا يبقى أكيد عايز حاجة، مش معقول جاي تسلم عليا وماشي. ابتسمت لها وقلت لها لماحة والله يا شيرين، أنا عاوز أقابل الأستاذ رجائي. ضحكت وقالت لي انسى، الأستاذ رجائي مشغول جدا ومانع مقابلات. قلت لها لا، وحياة أغلى حاجة عندك، الموضوع مهم، موضوع حياة أو موت. ابتسمت وقالت لي يبقى الموضوع خاص بشغل صح؟ قلت لها أيوة، مقالة مهمة جدا بس محتاجة أقابل الأستاذ رجائي أنسق معاه واخد منه الإذن. وسكت. قالت لي طيب بص، أنا ممكن أخليك تقابله 5 دقايق بالظبط. قلت لها تمام جدا، أنا مش محتاج غير ال5 دقايق دول. قالت لي طيب كمان ربع ساعة على ما يخلص الاجتماع مع رؤساء الأقسام وهدخلك بعدهم. قلت لها طيب اطلبي لي قهوة بقى وأنا هستناها. وفعلا على ما شربت القهوة كان الأستاذ رجائي يخلص الاجتماع بتاعه، وأول ما خلصه دخلت له على طول. وأول ما دخلت قال لي خير يا سليم، أنا مشغول جدا، فلو حاجة اللي انت جاي عشانها مش مهمة لف وارجع تاني.
قلت له مقال يا مدير، مقال أعتقد إنه هيبقى أهم مقال في السنة دي. لقيته بيقول لي حلو الموضوع ده، المقال ده إيه؟ قلت له بص بقى، وحكيت له اللي أنا بفكر فيه. سكت شوية وبعدها قال لي موضوع المقال ده حلو قوي، بس قول لي هيبقى عندك شجاعة إنك تبات في مشرحة؟ قلت له عيب عليك يا مديرنا، إحنا قلبنا جامد. ضحك على جملتي وقال لي ماشي لما نشوف، بس خليني الأول أحاول أجيب لك تصريح، أنت عارف الدخول مش بسهولة. قلت له ماشي يا مدير، وأنا منتظر التصريح، وسبته وخرجت عشان معطلوش زيادة. وعدى 4 أيام كاملين، كل يوم أدخل أسأله عملت إيه في التصريح، فيقول لي اصبر عليا أنا مشغول والله. لحد ما في آخر اليوم الخامس لقيته باعت لي في المكتب، ولما دخلت له قال لي ابسط يا عم التصريح اهو، وطلع ورقة من درج مكتبه. كان التصريح بالمبيت يوم 1 في مشرحة لكتابة مقال مع معايشة كاملة. كنت فرحان جدا بالتصريح ده، والميعاد اللي كان متحدد في التصريح بعد يومين. شكرت الأستاذ رجاء جدا، وقبل ما أخرج قال لي يا سليم التصريح ده أنا تعبت فيه قوي، فمن فضلك بلاش ضيع اليوم على الفاضي، أنا مستني مقال يكسر الدنيا. قلت له إن شاء الله خير يا مدير، ما تقلقش عليا، أنت عارف مين هو سليم سلطان. ابتسم وقال لي عارف، روح يا بطل جهز نفسك. وفعلا خرجت من مكتبه وأنا برتب في دماغي هعمل إيه، وعدى اليومين وكنت جاهز جدا لكتابة المقال، ومحضر التسجيل صغير وأقلام وأجندة بتاعتي. واتحركت على الساعة 4 العصر من بيتي في التجمع الخامس، وركبت عربيتي لحد مشرحها. ركنتها ووصلت عند الباب، كان في ناس مستنية حالة جوه، كان الجو مكهرب والكل حزين، والأسى والدموع في عينيه. كان الكل واقف بيعيط على الحالة اللي جوه. صورتهم من بعيد من غير ما ياخدوا بالهم، ورحت عند الباب لقيت فرد الأمن واقف على الباب من جوه وبيمنع الناس إنها تدخل. قربت منه وقلت له لو سمحت يا أستاذ. قال لي اصبر نص ساعة والحالة خارجة. قلت له لا أنت فهمتني غلط، أنا مش تبع الحالة. قال لي أمال حضرتك مين؟ قلت له أنا عاوز أقابل الطبيب المسؤول من فضلك. يا ريت تدخلني واديله الكارت ده، وكمان اديله التصريح ده. واديته الكارت بتاعي وتصريح المبيت، أخدهم ودخل، واتأخر حوالي 5 دقايق، وبعدها خرج فتح لي الباب وقال لي دكتور أمجد مستنيك في المكتبه، اتفضل معايا. وخدني ودخل بيا مبنى المشرحة، وطلع معايا الدور التاني. وقف عند باب الأوضة وخبط ودخل، لقيته فتح الباب وقال لي اتفضل الدكتور أمجد مستنيك. دخلت وأنا متحمس جدا وبقول مساء الخير يا دكتور، أتمنى ما أكونش معطر حضرتك. كان الدكتور أمجد قاعد على مكتبه وبيقرأ الورق في ملف بمنتهى الاهتمام، لدرجة إنه ملفتش حتى أو كلف خاطره ورفع وشه يبص عليا أو حتى يرد. وقفت قدامه ساكت ما بنطقش، فشاور على الكرسي اللي قدام مكتبه عشان أقعد من غير حتى ما يبصلي. حتى على الكرسي وأنا ساكت خالص ومستنيه خالص اللي بيعمله. بس عدى حوالي 5 دقايق في صمت غريب، فحسيت بإحساس مهم جدا، وأنا عمري ما إحساسي خني. حسيت إن حرفيا مش طايقني وبيحاول يتجاهلني عن عمد. فكحيت بصوت عالي وأنا بقول له يا دكتور أمجد من فضلك. رفع عينيه وبصلي، بعدها قلع نضارته الطبية وقال لي هو بيدعك عينيه جامد، وهو حضرتك جاي تعمل إيه بالظبط؟ قلت له مذكور عند حضرتك في التصريح. قال له أستاذ سليم من فضلك أنا مش دعوة بالتصريح، أنا بسأل حضرتك سؤال واضح وصريح، حضرتك جاي تعمل إيه بالظبط؟ قلت له أنا جاي أبات يوم في المشرحة وأكتب مقال عن اللي هيحصل بالظبط. قال لي طبعا، وحضرتك سمعت من الناس إن العفاريت بتتفسح في المشرحة طول الليل، عشان كده جاي بنفسك تشوف. لقيته بيقول لي بقولك يا أستاذ سليم ما تسيبك من الكلام ده وروح بيتك واقعد على اللابتوب بتاعك واكتب مقال اللي انت عاوزه، ومش لازم تبات هنا عشان تتأكد إن في حاجة غلط. انت راجل محترم وأنا واثق إنك عارف مصلحتك كويس. بصيت له بكل غيظ وقلت له يا باشا أنا مش جاي ألعب،
أنا معايا كل التصريح والأوراق، وزي ما حضرتك بتعمل شغلك أنا كمان بعمل شغلي، فمن فضلك عاملني بأسلوب أحسن من كده. أنا مش بشحت من سعادتك. بصلي من فوق لتحت وقال لي ماشي يا سيدي، اللي انت شايفه نمشيها ميري. حضرتك جايب تصريح انك تبات في مشرحة، وانا ما اقدرش اقف او امنع ورق حكومي. انا هسمح لك تبات في مشرحة، بس ما تنتظرش مني مساعدة. المسرحة قدام سعادتك، برطع فيها زي ما تحب. وعشان ما تكتبش في مقالتك اني مش متعاون، انا هسمع لحضرتك انك تسجل وتصور في المكان اللي انت عاوزه. ده غير اني هسمح لك تدخل مبيت الدكاترة لو حبيت تبات او تنام، وانت حر. اتفضل يا استاذ سليم، المشرحة تحت امرك. وضغط على زرار مكتبه، ودقيقة ودخل راجل قال له تحت امرك يا دكتور. بصله وقال له الاستاذ سليم معاه تصريح يتفسح في المشرحة، فمحدش يعترضه وسيبوه يدخل اي مكان يعجبه، بس محدش يبقى معاه في الجولة اللطيفة اللي هو عايز يعملها. مفهوم؟ رد عليه الراجل وقال له مفهوم يا دكتور. شاور لي على الباب وقال لي اتفضل يا أستاذ، المشرحة تحت أمرك، 3 أدوار كاملين تقدر تتمشى فيهم بمنتهى الأريحية. قلت له بنوع من أنواع التريقة كنت قصده ألف شكر يا دكتور أمجد على تعاونك الملحوظ. قال لي بالتوفيق وهو قاعد على مكتبه. بص في الملف اللي قدامه وخرجت من أوضة مكتبه وأنا متضايق جدا. ورايا الراجل اللي كان نادهله خرج ورايا وقفل الباب الدكتور أمجد وقال لي تحت أمرك يا أستاذ، الدور الأول فيه أوضة تشريح وغرفة استقبال الجثث، والدور التاني ده التلاجة اللي بنحفظ فيها الجثث، والدور التالت ده مبيت الدكاترة والاستراحة، وطبعا الكافيتيريا بتاعة المستشفى، ومكتب الحاسبات ومكتب تسجيل الحالات وأوضة الكاميرات والأمن. أي خدمة تانية؟ وقبل ما أرد عليه سابني ومشي. اتضايقت من المعاملة المنيلة بتاعت الموظفين والدكاترة، بس صممت إن أكمل التحقيق. أنا مش هسيب اليوم يعدي كده، خلينا نشوف شغلنا. أول حاجة هبدأ فيها أكيد هي الدور الأول، وأول حاجة هي أوضة التشريح. ما ينفعش أبقى في المشرحة وما أدخلش أوضة التشريح. وفعلا بدأت جولتي في الدور الأول. المشرحة كانت عبارة عن سلم رئيسي، وفي كل دور في باب كبير ضرفتين. سبت الدور الأرضي اللي كان فيه مكتب الأمن والاستقبال ومكتب يعني كل المكاتب، وطلعت الدور الأول، فتحت الباب الكبير ودخلت منه. لقيت ممر طويل جدا، وعلى يمين الممر باب أوضة واحدة، وعلى شمال الممر أوضة واحدة بباب حديد. قربت من الأوضة اللي على اليمين، لقيت يافطة مكتوب عليها غرفة تشريح. قلت لنفسي أيوة، هي دي اللي أنا بدور عليه. مدت إيدي فتحت الباب ودخلت. لقيت زي ممر صغير جوه فيه 3 أوض كبار. فتحت أول أوضة ودخلت وأنا مشغل مسجل اللي معايا ومنور بكشاف كبير كان معايا في شنطتي، وطلعت الموبايل وبدأت أصور، وأخدت كام صورة الأوضة وبدأت أشرح اللي أنا شايفه، أو شايف بمعنى صح إيه قدامي. بسم الله الرحمن الرحيم. أوضة تشريح، أوضة كبيرة إلى حد ما، تقريبا 15 أو 20 متر مربع، فيها دولاب كبير، وقدام الدولاب أكتر من ترولي أو سرير، وكلهم عليهم دم ناشف. الأوضة ساقعة تلج، والدولاب شكله كبير بطول الحيطة. مديت إيدي بالراحة فتحت الدولاب اللي كان عبارة عن إدراك مش ظرف. أول ما فتحت أول درج صرخت من الخوف. الدرج كان فيه دراع بني آدم مقطوع. حسيت إن معدتي قلبت وإني هرجع، بس حاولت أمسك نفسي ومسكت الموبايل وبدأت أصور الدراع ده، وخدت لي كذا صورة من أكتر من اتجاه. وفجأة جسمي اتلبش واترعش، وكان هيغمى عليا لما سمعت حد ورايا بيقول لي انت مين؟ ايه اللي دخلك هنا؟ بصيت بسرعة على مصدر صوت، لقيته راجل لابس بلطو أبيض مليان دم، ولابس في ايده جوانتي أبيض متغرق دم برضه، ولابس على وشه نظارة نظر، وله شنب اسود كبير أصلع من راسه. بصيت له وأنا ببلع ريقي بحاول أنظم نفسي.
من الخضة اللي اتخضتها لقيته كرر السؤال بشكل أكتر حدة وقال لي: أنت مين بقولك؟ قلت له: أنا سليم سلطان، صحفي، كنت جاي أكتب مقال عن. لقيته زعق وقال لي: مقال إيه وزفت إيه؟ مين اللي سمح لك بالدخول؟ قلت له: أنا معايا تصريح رسمي، وكمان وريته الدكتور أمجد. بص لي بصة طويلة وقال لي: غريبة، أول واحد يجيب تصريح عشان مقال صحفي، شكلك شاطر، وأنا بحب الناس اللي شاطرة في شغلها. أنا دكتور أحمد جلال، مدير المستشفى وقائد طاقم التشريح. قول لي أنت مقالك عن إيه بالظبط؟ قلت له: عن الأحداث الخارقة للطبيعة اللي بتبقى موجودة جوه المشارع. قال لي: أيوة، مفهوم، بس لو عايز تعمل مقال محترم مش من الأوضة دي. المقال المحترم لازم يبقى من أول التلاجة. تعال ورايا. وخرج من الأوضة ومن الدور كله، وطلع قدامي على سلم لحد الدور التاني، وكان كل باب يقف قدامه وهو رافع ايده فيها الجوانتي الغرقان دم ويقول لي: افتح الباب. المهم دخلنا الدور التاني، وأول ما دخلنا لقيت باب واحد مكتوب عليه تلاجة الموتى. دخل من الباب المفتوح ودخلت أنا وراه. كان بيمشي بسرعة رهيبة وهو عمال يقول لي: تعال ورايا. أنا كنت حاسس إني بجري وراه لحد ما بقينا رسميا جوه تلاجة الموتى. بدأت أصور يمين وشمال وأنا مركز جدا في إن الصورة تطلع جودتها كويسة. وفجأة لقيت دكتور أحمد جلال قرب مني وقال لي: تحب أقولك على حاجة؟ هتخلي المقال بتاعك ده من الآخر؟ قلت له: يا ريت يا دكتور، أنا من ساعة ما جيت ومحدش معبرني، والكل بيعاملني معاملة سيئة جدا. شاور لي على آخر تلاجة وكان ترولي محطوط فيه حاجة محطوط عليها أو متغطية بملاية بيضة. شاور لي وقال لي: روح شيل الملاية وصور، اللي هتشوفه بجد هيبهرك. طبعا كلام زي ده يطلع مدير مشرحة يبقى أكيد بيتكلم جد. رحت جري على الترولي ومدت إيدي وسحبت الملاية وصورت. بس لما سحبت الملاية حسيت إن شعر دماغي وقف من الرعب. لا، الملاية كان تحتها جثة، ومش أي جثة، دي كانت جثة دكتور أحمد جلال شخصيا. أول ما لقيت جثته محطوطة قدامي على الترولي شيء ألهمني خلاني أبص حواليا يمين وشمال وأنا مرعوب. كنت بدور عليه، كان أمنيتي إن ألاقيه يقول لي: شوف الجثة دي تشبه لي إزاي. بس لما بصيت حواليا ما لقيتهوش، فص ملح وداب، ولا كأنه كان ليه أثر أصلا. لفيت وبصيت على الجثة وأنا بترعش وخايف، وأول ما بصيت عليه لقيت الجثة فتحت عينيها مرة واحدة، وأول ما فتحت عينيها النور بتاع الأوضة كله فصل. الأوضة كلها غرقت في ضلمة كحل، ما كنتش عارف أعمل إيه. أنا حرفيا قلبي اتمزع من الخوف، وحسيت إن جسمي تلج وبرد جامد، وبدأ العرق ينزل على قرطي وعلى وشي. بدأت أحس إني مش قادر أتنفس. مديت إيدي وفتحت الكشاف بتاعي، وعلى نوره طلعت أجري بأسرع ما عندي ناحية الباب. بس قبل ما أوصل للباب لقيته اترزع جامد واتقفل قبل ما أوصل له بأقل من خطوتين. ومن إزاز الباب الرفيع قوي شفت دكتور أحمد جلال كان بيضحك وهو رافع له صباعه الإبهام لفوق، علامة على إنه بيشجعني. شفته من الإزاز على نور الكشاف، فجأة اختفى، وبقيت أنا محبوس في تلاجة دي لوحدي. وقفت عند الباب وفضلت أشد فيه بمنتهى القوة، كنت بحاول أفتحه بكل قوتي، بس الباب حتى ما اتحركش من مكانه، زي ما يكون حيط مبني على الأرض. فضلت أخبط على الباب زي المجانين، كنت بصرخ وبحاول بكل الطرق إن أخلص نفسي من الموقف ده. بس اللي لاحظته وأنا بخبط وبصرخ إن في خبط تاني جاي من مكان من جوه الأوضة دي، أصوات خبط على الباب حديد ومعاه أصوات خبط تانية. وقفت خبط وزقيت بالراحة أبص على الأوضة الكبيرة أوي دي، وأنا منور الكشاف اللي معايا وكاتم نفسي من الخوف والرعب. فجأة لقيت كل أبواب الإدراج والتلاجات المعدنية بتتفتح في نفس اللحظة، ومش بس بتتفتح عادي، لأ، دي بتترزع جامد. اتسمرت مكاني من الرعب، بدأت أبص بترقب كبير. فجأة لقيت باب آخر درج من الإدراج التلاجة بيتقفل، وبعدها بكام ثانية
الباب اللي بعده اتقفل، وبعدها اللي بعده واللي بعده. بقت الأبواب بتتقفل بسرعة وتعمل صوت رهيب. كل حاجة رجعت هادية تاني، سكوت رهيب. وساعتها مسكت موبايلي وطلعت رقم الأستاذ رجائي واتصلت بيه ورد عليا من تاني. قلت له الحقني يا ريس، أنا في مصيبة. مالك يا سليم؟ قلت له أنا محبوس في تلاجة الميتين مع جثث بتتحرك وعمال ترزع وقلب الدنيا. أبوس إيدك كلم حد يجي يخرجني من هنا. قال لي طيب اقفل. وفعلا قفلت وأنا ببص على الأوضة. كانت الدنيا هادية تماما ومفيش أي حركة. وفجأة لقيته واقف بعيد في آخر الأوضة. كان واقف في الضلمة ومش باين منه غير نصه التحتاني، وباقي جسمه كان في ضلمة تامة. سلطت عليه نور الكشاف عشان أشوف أكتر منظر مرعب في حياتي. وش دكتور أحمد كان مسلوخ تماما ولحم وشه باين بطريقة مرعبة. كان شكله يخوف، وبدأ ياخد خطوات بطيئة جدا ناحيتي. كان بيتاخد خطوة بخطوة وهو باصص لي، وعينيه اللي كانت بيضة تماما مفيهاش نني اسود ومبرقة على اتساعها، وتقريبا خارجة من وشه ومبحلقة ناحيتي. فضل يقرب وانا بترعش وعمال اندع على اي حد ينجدني. وقعدت على الارض من الخوف وانا شايفه بيتقدم، وحسيت ان نفسي بيتقل وبموت. وخلاص اكيد دي النهاية. انا عارف ان دي انفاس الاخيرة. اخر حاجة كنت اتوقعها ان اموت محبوس في اوضة دي مع الجثة الملعونة دي. في اللحظة دي ومع آخر حرف خرج مني لقيت باب الأوضة بيتفتح، ودخل عليا دكتور أمجد والممرض اللي عرفني على المشرحة. وساعتها وأول ما شفت دكتور أمجد قلبي اطمن وأعصابي ثابت واغمى عليا وفقدت الوعي. معرفش عدى عليا وقت قد إيه وأنا مغمى عليا، بس اللي فاكره لما فتحت عينيا إني لقيت دكتور نور جوز مدام شيرين السكرتيرة أستاذ رجائي وجنبه دكتور أمجد. لما فتحت عيني لقيت دكتور بيقول لي الحمد لله على السلامة يا سليم، أنت كويس؟ قلت له هو إيه اللي حصل؟ رد عليا دكتور أمجد وقال لي هلاوس سمعية وبصرية خلتك تتصل بأستاذ رجائي، وهو كلم دكتور نور اللي جا جري عشان كان فاكر إنك في مشكلة، بس الحمد لله كل حاجة كانت سليمة ومفيش أي حاجة. قلت له أيوة أنا شفت الشبح دكتور أحمد جلال. قال لي مفيش حاجة اسمها شبح يا أستاذ. قلت له أنا مسجل كل اللي حصل، كمان مصور جثته. قال لي التسجيل اتكسر وإحنا بنحاول نفتح الأوضة اللي حضرتك كنت محبوس فيها، أما الموبايل فهو جنبك وأعتقد إنه مفيهوش صور خالص. فعلا فتشت في موبايلي ما لقيتش الصور اللي صورتها موجودة. كنت هتجنن من اللي بيحصل ده. عملوا لي الإسعافات الأولية وخرجت من المشرحة وأنا كل اللي حصل في دماغي نويت إن أنشره زي ما حصل، بس لو ألقى توثيق واحد بس اللي شفته أو سمعته في المشرحة. ساعتها افتكرت إن أي صورة بصورها على موبايلي بتروح نسخة منها على الإيميل على طول، وجريت على اللابتوب بتاعي فتحت الإيميل عشان أكتشف إن الصور كلها موجودة. وفعلا بدأت أكتب المقال اللي أتوقع إنه هيبقى مقال موسم، والعدد الجاي إن شاء الله هيبقى فيه حل لغز شبح الدكتور أحمد جلال اللي ظهر لي بقرينه واتحبست مع جثته ملعونة في مشرحة زينهم. وكده انتهت قصتنا النهاردة يا صديقي. ما تنساش تنزل تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل زر الجرس. يلا سلام.